هذه الساحة في مدينة إب وغيرها من الساحات اليمنية تتوافد الجماهير لتحيا على طريقتها الخاصة ذكرى انطلاق سبتمبر. ثورتي سبتمبر وأكتوبر قضتا على المستبد والمستعمر، وثورة فبراير قضت على مخلفاتهما. هكذا يصف الشباب ما يربط ثورتهم بأهداف ومبادئ الثورات السابقة. غير بعيد عن تلك الساحات يشهد ميدان العرضي بالعاصمة صنعاء احتفالا رسميا خلع على غير العادة من العروض العسكرية. وليس بالأمر الجديد أن يشهد اليمن احتفالين بذكرى واحدة، وهو مؤشر على الخلاف المستمر على الصعيدين الرسمي والشعبي حتى بعد تسليم الرئيس السابق للسلطة. خطاب الرئيس هادي الأخير كان هو الجديد الذي لمس فيه محللون رغبة جادة في تصحيح الأوضاع اليمنية التي تزداد سوءا. بتصدر المشاريع الصغيرة للأولويات السياسية، وأخطرها بروز ملامح الحكم العائلي في واحدة من أخطر المشاهد التي مرت على اليمنيين، والتي ذكرتهم بالنظام العائلي الوراثي المتخلف الذي قضوا عليه واجتثوه قبل 51 عاما. ولذلك خرج اليمنيون في مختلف المدن إلى الساحات في فبراير عام 2011 ليستعيدوا أهداف الثورة اليمنية السبتمبرية والأكتوبرية، وليستعيدوا جمهوريتهم ووحدتهم وديمقراطيتهم وحريتهم في ملحمة شعبية سلمية عظيمة. سبتمبر شهر التغيير. أبرز ردود الفعل على خطاب هادي تمثلت في الجمعة التي أسمعها الشباب في سبتمبر الثورة سنحاكم القتلة. وبرغم أن المسيرات والحشود لم تتوقف في هذا الصدد، إلا أن تصريحات أدلى بها أكدت بأن المطالبين بإسقاط الحصانة عن صالح ومعاونيه ومحاكمة القتلة باتوا يلمسون إمكانية كبيرة لتنفيذ مطالبهم في ضوء التطورات الأخيرة. انتقادات لاذعة لمحتوى الخطاب، عبر قيادي في حزب المؤتمر الشعبي عن خيبته مما وصفها بالهذيان الصبيانية، وقال بأن الرعاة الدوليون يدرسون الخطاب حاليا، في إشارة إلى كونه مخلا بالتوافق كما يراه حزبه. علي عبد الله صالح هو الذي منحه هذا المنصب، وهو الذي رشحه بديلا له، فلا يحتاج لحرب مع واحد هو الذي توجه رئيسا. لماذا يخوض معركة عقيمة، معركة لا يربح فيها أحد؟ لماذا يرمي بكل بيضاته في سلة الإصلاح؟ هذا ولم تتسنى معرفة ردود الإصلاح أكبر أحزاب اللقاء المشترك على تلك الاتهامات، ولكن الجدير ذكره أن الحزب وصف الخطاب الرئاسي بالمثمر والبناء والكفيل برد أي تجاوزات من قبل النظام السابق.